بيبدأ الفيلم في قرية دونهاي عام 1992 مع توم وبنته ستيلا. بتسأله هو ليه مفيش ضوء نهار دايما. بيقول لها لأن الأرض بتلف حول الشمس، ولو عندنا نهار الجانب التاني هيكون مظلم. وبنعرف إنه موجود مع أهل زوجته لأنهم بيعملوا طقوس كل عام. فبيقول لهم أنا هرجع كمان شوية، والطقس عن طريق تقديم قربان على شكل شبح بسبب وجود خاتم سحري في القرية. علشان يفضلوا محميين وفي أمان لازم يقدموا القربان أو هتتفتح بوابة هتدمر كل المدينة. فبيوصلوا وبيبدأوا الطقوس، وفجأة بيسمعوا صوته كأنه طائر. فبيقول لهم جمنون وده واحد منهم، استمروا في عمل الطقس وغمضوا عينيكم. وبيكون توم ما وصلش ليهم لحد ما بيخلصوا الطقس، وبيوصل توم وبيقول أنا كنت جنبكم وعملت الطقس. لحد ما بيجي الليل وبيظهر توم في الشارع، وبتشوفه ستيلا وهو ماشي. فبيوصل لمكان الطقس لحد ما بيشوف القربان وهو في ايد مخلوق غريب لكنه بيختفي. وبعد شوية بيسمع صوت وراه، بتطلع ستيلا فبتقول له أول ما شفتك خارج نزلت وراك. فبيقول لها أنا جاي أخد الخاتم وأثبت إن دي خرافات. في الوقت ده بيسمعوا صوت الطائر مرة تانية، وده بيخليه يدخلها جوه الكوخ تستخبى. وبيديها لاسلكي وبيقول لها لو مرجعتش اضغطي هنا وقولي برافو 125. بيخرج لوحده وبيوصل للخاتم اللي شكله منور ومتعلق وكأنه شغال. فبتكون معاه اسورة وبيقربها من الخاتم، وبنلاحظ انه بينجذب للاسورة. في الوقت ده بيظهر الكائن وراه وبيقرب عليه، والخاتم مش بينزل لحد ما بيلف بسرعة كبيرة، وبيحصل شعاع من الخاتم بيوصل للسما، والكائن بيخاف وبيهرب. فبتخرج ستيلا للمكان ومش بتلاقي توم، والخاتم بيقف ومش بيشتغل. في الوقت ده بتشوف شخص بيقع من فوق، اول ما بتروح له مش بيكون توم، وبتبدأ الدنيا تمطر عليها جثث من السما. فبتروح للكوخ وبتتكلم في اللاسلكي، وبتظهر البوابة اللي اتفتحت بتنزل جثث كتير. فبتمشي ستيلا لحد ما بتوصل لعربية وبتطلب المساعدة. بنرجع تاني عام 2023 وبنروح لبانكوك مع مرشدة الكواكب والعالمة ستيلا، وبنعرف ان عندها مشاكل في الشغل. بعد شوية بتوصل لها فيلم بنتها، وبيروحوا مطعم لان عليها ايجار متأخر. فبتحاول تشوف مكان يباتوا فيه. بعد شوية بتنام فيلن، فبتجيلها مكالمة بان والدتها تعبانة ولازم تروح لها. لحد تاني يوم وبتروح مع فيلن للقرية، وبيكون معاها الشرطي ايت، وبتفتكر لما فاقت وبتسأل عن توم. فبتقول لها امها انه هرب من المدينة مع شخص تاني، وكمان بيقول لها جمنون ان هي دي الحقيقة وكل اللي بتقوليه ده مجرد حلم شفتيه. بنرجع مرة تانية للحاضر لما بتوصل ستيلا لوالدتها، فبتطلب منها تقرب وبتقول لها نفس الكود برافو 125 وحان الاوان تدوري على والدك. فبتروح لجمنون وبنلاحظ ان ملامحه زي ما هي، وده بيخليها تسأل كونج ابنه هو ازاي ما كبرش. فبيقول لها بعدين هقولك. لحد ما بيجي الليل وبتكون ستيلا معاها نفس اللاسلكي، وبتفضل تقول كلمة برافو 125 لكن محدش بيرد. فبيناموا. بعد شوية في شخص بيتكلم وبيقول دون انت سامعني، وبيكررها اكتر من مرة وده بيصحيهم. وبتسمع كلام غريب زي الانحراف ودرجات زايدة ومعسكر رامسون، وده بيخليها تكتب كل الكلام اللي بيتقال، وبيكون عبارة عن احداثيات وارقام ودرجات. وفجأة الارسال بيتقطع ومش بتلحق تكتب، بس فيلم بتقول لها انا سجلت الصوت. وفي تاني يوم بتروح لوالدتها وبتقول لها ان توم في مكان الوقت بيمر فيه ابطأ، يعني سنة على الارض بمثابة يوم هناك، وان ابوها كان عاوز الخاتم لتشغيل آلة تيكلي جينيسيس اللي موجودة في معسكر رامسون. لو قدرت تكتب الاحداثيات هتفتح البوابة. وبتكون نفسها تشوف توم مرة تانية، فبتروح لكونجو وبتقول له عاوزة اسورة جمنون، وبنعرف انه معاه نفس الاسورة اللي كانت مع توم لكنه بيرفض ياخدها. فبيحاولوا يقنعوه يسرقها ويديها لهم، وان دي الطريقة الوحيدة لمعرفة سر دونهاي. فبيوافق لحد ما بيجي الليل وبيروح كونج الجام، وبيكون نايم وهو مفتح عيونه، وبينجح انه ياخد الاسورة. وبيروحوا هما التلاتة لمكان الطقس، فبيسمعوا صوت الكائن اللي في اول الفيلم. وبتكون فيلم في العربية لوحدها، فبتتصل بيها ستيلا وبتطلب تفضل في العربية لحد ما بيوصلوا للخاتم. وبنشوف اكتر من شخص حوالين العربية، وفجأة اصوات كائنات كتير بتظهر. فبتخرج ستيلا الاسورة وبتقربها من الخاتم، فبيقلب وبيكون نازل لايديها. في الوقت ده بتظهر واحدة قدامها وبتتحول لنفس الكائن اللي ظهر في اول الفيلم، لكن ستيلا بتقدر تاخد الخاتم. وفي غلاف بيتفك عن القرية، ولما بييجوا يهربوا بيظهر الكائن قدامهم، فبيضربوا كونج بالنار في كتفه. بيرجع لورا لكن بتحصل حاجة غريبة، وكأن كونج بيرجع ذكرياته. في الوقت ده بيوصل جمنون وبيشوفهم لكنهم بيكونوا هربوا. بعد شوية بيوصلوا لمعسكر رامسون وبيظهر انه فاضي، فبيدخلوا. فبيبدأوا يدوروا على الآلة لحد ما بينزلوا لتحت وبيبدأ الخاتم يشتغل. فبيدخلوا من باب وكأنه باب سحري، وبيشتغل النور وبتكون الآلة موجودة، وحاجات
كتير تانية. فبتشتغل آلة وبيتكلم توم، وبيتفاجئ لما بيلاقي ستيلا بتكلمه، فبيقول لها إنه شغال في CIA وكانت مهمته يجيب الخاتم للمعسكر، لكنه عمل خطأ اتسبب في دماره هو والفريق، ودلوقتي هو في مكان مهجور في الفضاء، مكان يصلح لعيش البشر، وكل الوقت اللي مر عنده هو نص ساعة، وإن الوقود هيخلص خلال 20 دقيقة. لكنه مبسوط إنه سمع صوتها واطمن عليها، فبتقول له أنا جبت الخاتم وهقدر أرجعك. بيقول لها مش بالسهولة دي. رغم كده بيحاول يقول لها تعليمات استخدام الآلة، وهي 5 مراحل. أول مرحلة التحكم بالجاذبية، تاني مرحلة وحدة الاتصالات للسماح بالاتصال بسرعة الضوء، تالت مرحلة ساعة الإيقاف بتتحكمي فيها عن طريق الإسورة لتحديد وقت السفر. آخر مرحلتين هو تحديد خط الطول المجري وخط العرض، أي خط سير الرحلة، وكل ده تقدري تتحكمي فيه عن طريق الإسورة. ولكن في مشكلة، وهي المرحلة الأولى ساعة التحكم في الجاذبية مفقودة وموجودة في أودون التاني، محتاجة تسافري 5000 سنة قبل الميلاد. فبتقرر إنها تروح مع فيلن، وده بيخلي إيت وكونج ينضموا ليها. فبيبدأ الخاتم يشتغل مع الإسورة، وفي لحظة بينتقلوا للمكان التاني. بعد شوية بيشوفوا مجموعة من الناس، لكنهم بيكونوا مصاصين دماء، وده بيخليهم يجروا وبيجروا وراهم لحد ما بيوصلوا الخيم ومجموعة من الناس. بس إيت مش بيقدر يدخل وكأن في عازل، لكن لما بتوصل ستيلا بالخاتم والإسورة بيدخلوا، ومش بتقدر الكائنات الباقية تدخل. فبتبدأ المجموعة ترحب بيهم، وبتكون القطعة المفقودة السبب في صناعة العازل. فبيبدأوا يدوروا عليها لحد ما بيلاقيها كونج، وبتوصل للخاتم بس بتكون ناقصة، وباقي الحاجات بتبدأ تنجذب للخاتم، وبتحصل صدمة كبيرة بتوقع كل اللي موجود، والغلاف العازل بيختفي. فبتحاول ستيلا تلاقي بنتها، وبتدخل مصاصين الدماء لأهل القرية، وبيحاول إيت والباقي يصدوهم لحد ما بيوصل واحد لستيلا، وفيلم بتكون شايفاها بس بتنقذها واحدة، وأي شخص بيتعض بيتحول على طول. فبيتجمعوا مرة تانية، وبيحاول كونج يشغل الخاتم، أما ستيلا بيظهر لها واحد كمان بس بتتدخل نفس الست وبتنقذها. فبتروح ستيلا لكونج وإيت، وبيشغل الخاتم وبيهدد إيت أي حد يقرب. في الوقت ده بتخرج الست وبتكون معاها فيلن، وستيلا بتكون معاها ابنها، بس بيشتغل الخاتم وبيرجعوا مرة تانية. وبتحاول ستيلا تاخد الإسورة وترجع، لكن بيمنعوها، ولو رجعت مرة تانية هتتحول لشظايا، وتوم بيكون سامحهم فبيحاول يواسيها. وبنشوف فيلم مع الست مستخبية، فبيقول لها بمجرد ما تجيبي باقي القطع المفقودة هتقدري ترجعي الولد وترجعي فيلن. فبتهدى وبيحاولوا ينتقلوا للمكان التاني، لكن بيوصل لهم جمنون وبيهددهم، وبيطلب منهم الإسورة، وإن بقاله 10 سنين بيحاول يحمي القرية. فبياخدهم لبره، وبنلاقي المكان اتغير بالكامل، وكل ده بسبب إنهم خدوا الخاتم من مكانه. فبتقول أنا لازم أرجع توم الأول ونرجع الخاتم بعدها. فبيهددهم إنه هيقتل الولد، وده بيخلي ستيلا تخلع الإسورة. في الوقت ده بيتدخل كونج وبيحاول يمنعه، فبتشغل ستيلا الخاتم علشان تروح للمكان التاني. وقبل ما يتنقلوا بيتضرب كونج بالنار. أول ما بيتنقلوا بيوصلوا الناس رافعين سلاح، وبيكونوا في سنة 2224. فبيضربوهم وبيربطوهم، ولما بيفوقوا بيكونوا عاوزين مساعدتهم، لأن عندهم نسخة من الخاتم لكن مش عارفين يستخدموها. وده لأنهم عاوزين يرجعوا بالزمن، لأن حصل دمار كبير وظهرت وحوش كتير، وده خلى الحكومة تنقذ كل المهمين، وخلت الأهالي العادية في مواجهة صواريخ الحكومة والوحوش ونقص الموارد. ولو ما رجعوش ومنعوا اللي حصل العالم هينتهي. وكل ده حصل سنة 2165 لما اتفتح ثقب أسود في السماء أدى لسقوط الكائنات دي بكثرة. مش بس الكائنات دي، ده كمان حيوانات منقرضة، وكأن الثقب الأسود كان بوابة لكل الأزمان اللي فاتت واللي جاية، لحد ما قدروا يكتشفوا معسكر رامسون والخاتم والإسورة. لكن ستيلا بتقول مش هقدر أساعدكم. فبيقول مايك وده واحد منهم قدامكم يوم تفكروا فيه. بنرجع تاني لكونج، وبيكون المصاب هو جمنون، وبياخدوا المكان لحد ما بيقول له على سر. وهو عام 1964 كانت الجنود الأمريكان بيعذبوا السجناء الفيتناميين، وكل ده لمعرفة أي معلومات عسكرية منهم، وعملوا المعسكر ده مخصوص لتجربة السفر عبر الزمن على السجناء. ولما جه الدور عليه هو ومراته كان عامل خطة لسرقة الإسورة، فبيبدأ ينفذ خطته بمساعدتها، وبتقدر تسرق الإسورة وتشغل الخاتم، وبيتنقلوا كلهم لكنها بتتضرب بالنار، بس بيقدر يساعدها وبيضرب الجنود. فبتنزل نفسها مرة تانية ل5000 سنة قبل الميلاد، وده نفس المكان اللي راحوه علشان القطعة المفقودة من الخاتم. وبتنقل نفسها تاني، ولكن بيحصل انفجار كبير، نفس الانفجار اللي تسبب في نزول الكائنات الغريبة، ولكنهم نزلوا هما لسنة 1969 والخاتم اتكسر، وجمنون بيحاول يجمعه، ومراته بدأت تتحول للكائن الغريب بسبب الثقب، وفضل هو لوحده لحد ما قرر يخرج من اللي هو فيه.
فبيخرج وبيلاقي طلاب كتير مقتولة وكونج بيكون منهم لكنه عايش ومصاب، فراح له وخده معاه واتنقلوا لعام 1992 ودي سنة بداية الفيلم. فبيقول له انت دلوقتي حر، اما ايد بيحاول يقنع ستيلا انهم يكملوا للاخر، وكل ده لمساعدة فيلن وتوم. في الوقت ده بنروح للست مع فيلن وبيكونوا قاعدين في سينما، فبتقول هو احنا رجعنا للحاضر، لكن اول ما بيخرجوا بتحصل اكتر من هزة ارضية وبيشوفوا قدامهم كائن كبير، فبيسمعوا الحكومة وهي بتحذر من صاروخ كبير قادم ممكن يدمر المدينة كلها. اما ستيلا بتعرفهم ازاي يستخدموا الخاتم والاسورة، فبيجيبوا كائن حابسينه ويجربوا عليه وبيبدأ الخاتم يشتغل لحد ما بينجح وبيكونوا مستنيينه يرجع. في الوقت ده بنشوف صواريخ الحكومة بتقرب منهم ودفاعاتهم الجوية بتبدأ تصد لكنها مش هتكمل. في الوقت ده بيرجع القفص فاضي والكائن بيكون خرج منه، فبيبدأ يهجم عليهم وبيقتلهم وبيحاولوا يهربوا منه. الكائن بيكون سريع جدا لدرجة انه بيختفي قبل ما الطلقة توصل له. في الوقت ده بيتضرب غاز سام في الجو وده بيخليهم يلبسوا ماسك، فبتاخد ستيلا الخاتم والاسورة وبيقرروا يرجعوا ل 2023، لكن بيظهر الكائن وبيروح للخاتم وبنلاحظ ان حركته بتبطأ لما بيقرب منه، فبيوصل مايك وبيزعق وده بيخليه يبص لهم. فبتيجي لستيلا فكرة بتقدر تبطأ حركة الكائن وبيضربه بالنار وبيتبخر الكائن وكأنه ما كانش موجود، ولما بيوصلوا بيكون واحد منهم اتقتل. فبيقول مايك مفيش مكان للهروب ولا للرجوع وإننا لازم نواجه الحكومات والكائنات. فبتقول واحدة أنا كدبت عليكي، لأننا لما بنتنقل بندمر الحضارة وإننا مع الوقت لازم ننتهي بسبب سرعة الضوء. في الوقت ده بنروح لفيلم مع الست وهي بتقول لازم نهرب، لكن الست بتبدأ تتألم وبتكون حتة من رجليها اتقطعت، وده تفسير الانتهاء بسبب سرعة الضوء وإن التنقل ممكن يحصل عشوائي بعد كده. فبتحاول فيلن تساعدها، أما ستيلا بتقرر ترجع مع إيد والطفل، فبيبدأوا يجمعوا كل القطع المطلوبة والناقصة، لكن إيد بيقول لها أنا هفضل هنا وهساعدهم وبيديها تليفونه اللي مصور عليه كل اللي حصل من أول ما وصلوا، وبيكونوا عارفين بعض من زمان من وقت ما كانوا أطفال. أما فيلن بيظهر عندهم مصاص دماء فبيحاولوا يستخبوا قبل ما يشوفهم، وبتقدر فيلن تقفل الباب قبل ما يشوفهم، وستيلا بتوصل وبتلاقي كونج وبنعرف إن جمنون مات، وبيكون جمنون اداله آخر قطعة فضلاله، وبكده جمعوا القطع التلاتة المطلوبة للوصول لفيلن وللوصول لتوم أو لأي مكان هم عاوزينه. وبيقول إن توم اتواصل معاه وقال له مكان فيلن، فبيشغل كونج الخاتم وبيبدأ يتجمع وبيتنقلوا للمدرسة اللي اتضرب فيها كونج بالنار، وما بيكونش توم كلمه ولكنه عاوز يعرف ماضيه، فبيقول لها أنا هنا علشان أساعد الطلاب إنها ما تتقتلش. وبتخرج الطلاب من الفصول بتجري بسبب ضرب نار لحد ما بيشوفوا كونج وبيقولوا له كنت فين، لكن بتخرج مجموعة وراهم وبيضربوا عليهم نار فبيحاولوا يستخبوا. أما فيلن والست بيوصل لهم مصاص دماء تاني، فبتروح فيلن وبتحاول تقفل الباب كمان، وكونج بيفتكر اللي حصل لهم وازاي اتصاب وده بيخليه يغير خطته في الهروب لحد ما بتظهر قدامهم فيلن والست وبيشوفوا بعض وبيعبروا من قدامهم وكأنهم هوا. في الوقت ده بيتضرب عليهم نار وبيتقتلوا وبيشوفهم اللي قتلهم، فبيشغل الخاتم وبيتنقلوا بيرجعوا لنفس اللحظة مرة تانية علشان يغيرها، والمرة دي بيظهر مكان لدرجة ان الرصاصة بتوصل لهم وكمان صوت راديو المدرسة بيشتغل عندهم. في الوقت ده بتوصل مركبات الحكومة وبتضرب نار عليهم فبيستخبوا، وده بيخلي النار توصل للمدرسة وبتقتل العصابة وكل المجموعة بيكونوا مستخبيين. أما مجموعة بتبدأ تصد ضرب المركبات وبتضربهم وبتبدأ تدخل المركبات عند المدرسة لحد ما بتخبط في بوابة تانية وبيحصل انفجار نهايته بتكون كل اللي في المدرسة بيتصاب أو بيموت. أما فيلم بيوصل لهم مصاص دماء فبتقوم الست وبتنقذها وده بيخلي التاني يوصل لهم. كونج بيتأكد إن الواقع مش هينفع يتغير فبيدي الإسورة لستيلا وبيقول لها ده مكاني لأن كل الطلاب تعتبر ماتت وممكن ترجعي وتنقذي الباقي. عليها كل الصور والحقيقة وبيقول لها تنشرها، فبتشغل الخاتم وبيروح هو للعصابة. بتوصل مع الولد لمكان فيلن وبتكون اتصابت في بطنها من سرعة الضوء، فبتوصل لها فيلن وبتكون الست اتعضت واتحولت هي كمان لمصاص دماء، فبتنادي على ابنها بيخاف يروح وبيرجع لستيلا فبتقول له يفضل معاهم. بعد شوية بنشوف الصاروخ اللي حذرت منه الحكومة وبتقدر ستيلا ترجع بيهم مرة تانية، لكن الجرح بيكبر فبتخلع الإسورة وبتديها لفيلن وبتقول لها
لها تشغلها. في الوقت ده بيوصل لهم الكائن، فبيمسك الطفل عصاية وبيحاول يبعده. اما فيلم بتشغل الاسورة وبتكلم توم وبيبدأ يديها تعليمات علشان تشغل الآلة، فبيبدأ الكائن يتحرق وبيبدأ الخاتم يشتغل. بعد شوية بنشوف ستيلا وهي عند شجرة وبتكون لوحدها، ولكن بتسمع صوت امها، فبتسألها هل انا مت او مش هشوف فيلم تاني، وبتكون زعلانة لانها خسرت الكل. فبتقول لها كل شيء ليه بداية ونهاية، ومهما حصل ما نقدرش نغير الواقع ولا نلعب في المستقبل ولا حتى نغير الماضي. فبنشوف الاحداث كلها وكأنها بترجع لطبيعتها، وبكده كل حاجة بقت بخير. كونج رجع لعالمه وإيت رجع لعالمه. بعد شوية بنرجع تاني لقرية دونهاي لما بتصحي فيلن ستيلا اللي بتفوق وهي فرحانة ان شافتها تاني. فبتسألها في ايه، بتقول لها ده مجرد حلم سيء، بس بتقول لها ده مش حلم، وبتديها لبس الولد الصغير. فبتروح لامها وبتقول لها انا اسفة لاني ما رجعتش توم. فبتقول لها ما تزعلش، وده هو الواقع، لكنك قدرتي ترجعي العالم لطبيعته، وكل حاجة محتاجة تضحية وتوم هو اللي ضحى، لكنك منعتي مشكلة اكبر انها تحصل. وبيبدأوا يسمعوا فيديوهات إيت اللي صورها وكمان صور الكاميرا اللي اداها لها كونج. في الوقت ده بتوصل لهم فيلم مع الطفل وبيرجعوا يتجمعوا مرة تانية، وبنشوف إيت وهو بخير في المستقبل. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان وسلام. سلام.